انت عارف ان حوالي 40% مننا هيتشخص بالسرطان في مرحلة من حياته، وكتير من الحالات دي بيكون سببها الجينات وسوء الحظ، وده احنا ملناش تحكم فيه. بس الخبر الكويس هنا ان لغاية 40% من انواع السرطان ممكن التحكم فيها والوقاية منها. يعني من ناحية مش هتقدر تغير جيناتك، لكن من ناحية تانية تقدر جدا تأثر على سلوك الجينات دي. من اقوى الطرق اللي بنقدر نأثر بيها على الجينات ونقلل خطر الإصابة بالسرطان هي الأكل اللي بناكله كل يوم، لأن السرطان مش مجرد مرض جيني وبس، ده كمان مرض تمثيل غذائي ومرض مرتبط بالمناعة. والمشكلة إن في أطعمة كتير غلط، حتى اللي احنا متعودين نقول عليها عادية أو صحية. الأطعمة دي بتخلق بهدوء تام البيئة المثالية اللي محتاجها السرطان عشان خاطر ينمو وينتشر. أنا دكتور محمد مدكور، طبيب بشري. الفيديو ده هشرح لكم بالعلم إزاي أكلات معينة ممكن تغذي الخلايا السرطانية، وهقول لكم إزاي تعرفوا تتجنبوها. ويلا بينا نبدأ. خلينا الأول نفهم إيه هو أساس السرطان. السرطان بيبدأ لما خلية طبيعية تتحول لخلية غير طبيعية، ممكن بسبب طفرة واحدة بتحصل، واللي هي بتحصل طول الوقت تقريبا. ولو الطفرة دي ما تصلحتش أو ما تراقبتش ممكن تؤدي لنمو غير متحكم فيه في الخلايا. بس عشان الخلايا المتحولة دي تعيش وتنتشر لازم كذا حاجة تحصل مع بعض. أولا الخلايا السرطانية محتاجة جلوكوز كمصدر أساسي للطاقة. ثانيا محتاجة هرمونات تساعدها على النمو زي الانسولين والاي جي اف 1، ودي بتدي اشارات بتنشط مسارات النمو جوه الجسم. ثالثا الخلايا السرطانيه محتاجه يكون فيه التهاب، لان الالتهاب بيكسر الحواجز الطبيعيه وكمان بيضعف المناعه، وجهاز المناعه هو خط الدفاع الاول ضد السرطان. واخيرا السرطان محتاج يكون واصل له دم بكميات كفايه، وده بيحصل عن طريق ان هو بيكون لنفسه اوعيه دمويه جديده عن طريق عمليه اسمها الانجيوجينيزيس، وده بيوفر له اوعيه دمويه جديده بتوصل له الغذاء اللي محتاجه عشان يكبر. والمؤسف ان كتير من اكلات نظامنا الغذائي الحديث بتدعم الخطوات دي كلها. بس الخبر الحلو ان احنا نقدر نستغل ده لصالحنا، نقدر نستخدم الاكل يا اما نغذي بيه السرطان يا اما نحارب الخلايا السرطانيه. وخلينا نبدا بواحد من اقوى المسرطنات الطبيعيه المعروفه، وهو الافلاتوكسين. الافلاتوكسين مواد سامه جدا بتنتجها انواع معينه من الفطريات، والفطريات دي بتتكون على بعض الاطعمه، خصوصا لو اتخزنت غلط في درجه حراره عاليه او رطوبه. واكتر اطعمه معرضه للاصابه هي الذره والفول السوداني والقمح والرز، المكسرات والتوابل. وهنا حابب اوضح حاجه مهمه جدا، احنا مش بنقول ان احنا نمنع الاكلات دي، المشكله مش في الاكلات دي، المشكله انها بتكون متخزنه غلط وبتكون معرضه اكتر للتلوث بالفطريات. وكمان نخلي بالنا من التعرض الغير مباشر زي زبده الفول السوداني وزبده اللوز، لانها ممكن تكون معموله من مكسرات ما اتفحصتش كويس. وعشان نتجنب ان احنا نتعرض للافلاتوكسين، رقم واحد التخزين الصح. خزن الحبوب والمكسرات في مكان ناشف وبعيد عن الحرارة، وبلاش تخزنها لفترات طويلة. رقم اتنين افحص الاكل بعينيك، ارميه فورا لو لقيت فيه عفن او بقعة خضراء او سودة، كمان لو شميت منه ريحة غريبة. تالت حاجة ابعد عن الانواع المجهولة والرخيصة قوي، اشتري مكسرات معبأة ومن ماركة معروفة، بلاش مكسرات سايبة وقديمة او توابل سايبة بدون تغليف. بالنسبة للتوابل اشتريها بكميات صغيرة وخزنها في عبوات مقفولة كويس، بلاش توابل لونها غامق او مكتلة. وفي طريقة تانية الافلاتوكسين ممكن يدخل بيها اكلنا، وهي عن طريق اللبن ومنتجات الالبان. بعض الحيوانات بتاكل اعلاف فيها افلاتوكسين زي الذرة، وساعتها الافلاتوكسين بيطلع في لبن الحيوانات دي. عشان كده لازم ناخد بالنا، نختار منتجات مبسترة ومن شركات معروفة. ونيجي النقطة احنا غالبا متوقعينها، وهي الاطعمة العالية في السكر او الكربوهيدرات المصنعة. النوع ده من الأكل مرتبط بخطر زيادة السرطان، خصوصا سرطان الثدي والقولون وكمان سرطان البنكرياس. والسبب ببساطة إن الخلايا السرطانية بتحب السكر. تخيل معايا إن جسمك عبارة عن ملايين من المحركات الصغيرة، والمحركات دي هي خلايا جسمك. في الطبيعي المحركات دي بتحرق الوقود بكفاءة عالية، بتستخدم الأكسجين وبتطلع طاقة كبيرة من كل لقمة أنت بتاكلها. لكن الخلايا السرطانية مختلفة، دي عاملة زي محركات بايظة مش شغالة بكفاءة، فبتحرق وقود كتير جدا وبسرعة. واكتر وقود بتحبه هو السكر، وخصوصا الجلوكوز اللي جسمك بيكونه من العيش والمكرونة والحلويات والمشروبات الغازية. وده اللي بيفسره ظاهرة اسمها تأثير ووربرج، وهي ان الخلايا السرطانية بتحرق السكر بسرعة رهيبة حتى لو الاكسجين متوفر. الخلايا السرطانية مش مهتمة بكفاءة حرق الوقود، هي عايزة تنمو بسرعة وخلاص. فلما تاكل اكل بيرفع السكر في دمك، جسمك بيفرز الانسولين والاي جي اف 1، وده طبيعي ومفيد. بس لما بيحصل كتير الهرمونات دي بتبعت رسائل لخلايا جسمك عايزاها تكبر وتنقسم،
وكده بقى عندك ضربتين في نفس الوقت، انت بتدي السرطان الوقود اللي بيحبه اللي هو السكر والجلوكوز، وكمان بتزود له الاشارات اللي بتخليه يكبر اسرع. وده واضح جدا في انواع من السرطان زي مثلا سرطان الثدي، لدرجة ان بعض الدراسات لقت ان الخلايا السرطانية فيها مستقبلات انسولين اكتر ب6 مرات من الخلايا الطبيعية. ولو ده مش كفاية، فارتفاع السكر بيعمل التهاب مزمن، والالتهاب ده بيعمل تلف اكتر في الدي ان ايه، وده بيسهل ظهور السرطان. وكمان الالتهاب بيضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة هو خط الدفاع الأول ضد السرطان. يعني الخلاصة هنا إن الخلايا السرطانية جعانة سكر، وإحنا نقدر نستغل ده لصالحنا. نقدر نختار أكل يغذي جسمنا وفي نفس الوقت يجوع الخلايا السرطانية. علشان كده قلل السكر قدر الإمكان. وأسوأ حاجة هي النشويات المصنعة واللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي. ركز على النشويات اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض، وفي نفس الوقت غنية بالألياف زي الفول والحبوب الكاملة والخضار. ولو بتشرب مشروبات غازية فدي أسهل حاجة، وقفها فورا وبدلها بمية أو شاي، وبلاش تشربها حتى لو دايت. في جدل كبير حوالين المشروبات الدايت والمحليات الصناعية وعلاقتها بالسرطان، وده موضوع كبير وهتكلم عنه بالتفصيل في فيديو جاي. وعشان كده ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول ما تنزل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. نيجي بقى للحوم المصنعة واللحوم الحمراء، والموضوع ده محتاجين نتكلم عنه بهدوء شوية، لان العلم هنا مش ابيض واسود. في دراسات وتحليلات كتير ربطت بين زيادة اكل اللحوم المصنعة ومرض السرطان. اللحوم المصنعة زي البسطرمة واللانشون والسجوج والهوت دوج، وكمان اللحوم الحمراء بكميات كبيرة زي البقر والضاني، وخصوصا سرطان القولون. بس المهم نعرف ان دي دراسات رصدية، يعني هي بتبين ارتباط ومش بالضرورة يكون سبب مباشر. لكن في اسباب منطقية ليه اللحوم المصنعة بتسبب السرطان. اللحوم المصنعة فيها نيترايتس بكميات كبيرة، والنيترايت في المعدة بيتحول لحاجة اسمها النيتروزامين، وده مسرطن معروف خصوصا لسرطان المعدة. طب نعمل ايه؟ امنع تماما اللحوم المصنعه. بالنسبه للحمه الحمراء قلل منها، ما تاكلش اللحمه الحمراء بكميات كبيره او بطريقه يوميه. غالبا انت لما بتزود في اكل اللحمه بتقلل قصادها حاجات تانية، بتقلل فاكهه وبتقلل خضار وبتقلل بقوليات وحبوب كامله، ودي مصادر مهمه جدا للالياف. دراسات كتير بتقول ان الناس اللي بتاكل الياف بكميات اكبر عندها خطر اقل بكتير للاصابه بالسرطان، وانخفاض في وفيات السرطان بنسبه 13%. يعني مش لازم تمنع لحمة، بس ما تزودش منها، وخلي الألياف موجودة معاك في كل وجبة. وأخيرا في دليل علمي قوي جدا إن الكحول بيسبب السرطان. الحمد لله في بلادنا العربية والإسلامية استهلاك الكحول مش منتشر، لكن ده ما يمنعش إن احنا ندعي لأي حد ربنا ابتلاه بكده إن ربنا يهديه. وإننا كمان نقول له إن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفت الكحول كمسرطن من الفئة الأولى، واتربط بسرطان الفم والبلعوم والكبد والمريء، وكمان سرطان الثدي عند السيدات وسرطان القولون. الكحول بيسبب السرطان بطرق كتيرة، بيتحول في الكبد الأسيتالدهايد، وده مركب سام بيدمر الدي ان ايه، وكمان بيعطل اصلاحه. بيسبب نقص في فيتامين ب1 اللي مهم جدا للطاقه وصحه الميتوكوندريا. بيقلل امتصاص الفوليت، ونقص الفوليت بيسبب اخطاء في تكوين الدي ان ايه. وكمان بيشتغل كمذيب، يعني بيسهل دخول مواد مسرطنه تانية جوه الجسم زي التبغ. وفي الاخر دي مش قايبه بكل الاطعمه اللي ممكن تسبب سرطان، فلو في حاجه انا ما قلتهاش اكتبها لي في التعليقات ونتكلم عنها في فيديوهات جايه ان شاء الله. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشيره مع اي حد يهمك، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.